السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة حبايب قلبي هعمل معاكم شوية رز صيادية. عايزة اقولك في تركة بسيطة جدا جدا اكترية الناس ما بتعملهاش. عايزة اقولك هتدعيلي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، وكمان تشتركي في القناة، ودعوة حلوة من قلبي. بصوا بقى حبايب قلبي، اول حاجه جبت الحله بتاعتي على النار وحطيت فيها شويه من الزيت. عايزه بقى تاكلي شويه كده من الرز اللي هو الصياديه، كتري له البصل بتاعه. يعني بدل ما تجيبي بصلايه صغيره، لا حطي بصلتين كبار كده. عايزه اقول لك هيتاكل حاف، وادعي لي لو عملت كده. تمام، جبت البصلتين وقطعتهم في الكبه كده زي ما انت شايفه، وهتبتدي احط عليهم بقى ايه. طبعا اللهم صل على النبي، جبت الطاسه التانية واحط عليها معلقه من السكر. طبعا ده يعني اكترية الناس عارفينه، بس طبعا ايه، اسمعي معايا الفيديو وهتكملي وهاديكي اضافه كمان. عايزه اقولك بتخلي الرز بتاعك في حته تانية خالص. طبعا انا حطيت معلقه السكر وسبتها وطى بقى عليها النار خالص لحد ما تبتدي اللي هي ايه، تتكرمل لوحدها. وبعد كده هفضل اقلب في الرز بتاعي كده زي ما انت شايفه. عايزه اقول لك يا جماعه، انا عملته النهارده اللهم بارك، بيتاكل حاف. شفت كده، بيبقى فيه ساعات انت بتبقي مميزه في اكله معينه. هي دي بقى، انا ببص من الناس اللي هي في الرز الصياديه دي ايه. اوعى وشك. حطيت كده شويه كده من الكمون، وحطيت كمان شويه من الملح. هبتدي بقى اللي انا اقلب لحد ما تبتدي اللي هو ياخد يحمر معاه. طبعا انا مش عايزه اللون اللي هو الغامق قوي، اللي انت تحمري البصليه قوي زياده عن اللزوم وتحسي اللي هي طعم الرز معاك مره. لا، انت بتحمريها عادي جدا، مفيش اي مشكله. بس طبعا زي ما انتوا شايفين انا موطيه النار. حطيت عليها ايه شويه كده من الزيت، وهبتدي بصي اللي ايه، مش عايزاكي تقلبيها ولا حاجه، انت يا دوبك بصي تهزيز الصينيه معاك. تمام كده خلاص، بدأت اللي هي تاخد معايا لون، وكده خدت اللون معايا، كرملت معايا عشان ايه، الصينية واسعة شوية فمش باينة قوي. تمام، حطيت لها هنا كوباية من المية، واسيبها لحد ما تبتدي اللي هي تغلي معايا. اول ما تغلي هاخدها كده احطها على الايه، على الحلة بتاعتي، نسمي بسم الله، اللهم صل على النبي. تمام كده. واحط كمان بقى، زودي الايه الرز بتاعك اللي انت عايزاه. حطيت هنا 3 كوبايات من الميه، طبعا ايه على كميه الرز بتاعك اللي انت عايزاه. بعد كده بقى ايه بزوده براحتك. حطيت هنا شويه من الكمون، وهسيبه اهم حاجه يغلي معاكي غلو. حط بقى الملح بتاعك. احنا لحد دلوقتي الطريقه بتاعتنا كلها طريقه عاديه، يعني انت يعني انا مثلا بالنسبه لكم ما ضفتلكمش اي حاجه جديده. بس التريكه اللي انا هوريها لكم دي بجد والله هتدعي. حطيت هنا كميه من الرز. انا عايزه اقول لكم يعني بصوا، انا طبعا انا لما باجي اعاير الرز بتاعي انا بعاير بالحله، فاهماني؟ يعني مثلا حله صغيره، فانا بعاير الحله بتاعتي وبعد كده بغسل الحاجه بتاعتي. فالمره دي ما عايرتش الحله بتاعتي ويعني ايه، وحطيت بس كانت كميه كبيره. كل شويه زودت بقى الميه بتاعتي وزودت الملح، وحطيت كمان شويه من الكمون. لحد دلوقتي لسه ما ضفتلكوش التريك، عشان ما تقوليش انت كان ولا مان. انا معاك اهو في الموضوع في البتاع. المهم زودت كميه كتير قوي من الرز اهو. طبعا انا حاطه الايه السمك معاه عشان هيتقلى، بس انا ايه عايزه بس اوريكم الرز. انا قلبته كده تقليبه، وحسيت بقى ان الرز العيار تقيل قوي قوي قوي. قلت لا، ما بديهاش. تعالي بقى ايه، حطيت كده شويه من الكمون، وقلت لا خلاص، حتى هتلاقيني اللي انا غيرت دي كده، انا غيرت الحله بتاعتي لان خلاص لقيته بقى اللي هو كده مش عايز يستوى معايا. بصوا بقى التركه اللي انا هعملها، شويه كده من الخضار المحشي بعد ما يستوى وتطفى عليه. عايزه اقول لك حرفيا بيودوا الرز الصياديه في حته تانية خالص. بجد هتدعي لي وجربيه. يا خراش على الجمال، الله يبارك لها يا رب ويشفيها، اللي قالت لي على الوصفه دي من سنين سنين السنين. عايزه اقول لك بقى شويه الخضار المحشي دي. طبعا عشان احنا مستعجلين على الاكل، احنا يعتبر متغديين دلوقتي متاخر قوي، يعني حوالي الساعه 6 المغرب او 5 ونص، ده مش العادي بتاعنا. فالمفروض انت بعد ما تفطيه على النار سيبيه بقى قيمه ايه، يعني 5 دقايق. عايزه اقول لك حرفيا مش هتلاقي شويه خضار خالص نهائي. بس انا يعني انت لو لاحظتي ممكن تلاقي فيه شويه، لان انا اصلا حطيت وغرفت على طول لان احنا اتاخرنا، فاهمني؟ عايزه اقول لكم شويه رز بقى بجد جميل جدا. لو جربت الوصفه دي ما تنسيش بقى تدعي لي دعوه حلوه من قلبك، وتكتبي لي في الكومنتات الله يبارك لك. لو كتبت لي الله يبارك لك، هعرف بقى ان الوصفه دي عجبتك وجربتيها. وادعي لي بقى بظهر الغيب على طول، واشوفك على خير
في فيديو تاني.